العلاج الكيماوي الفكره فيه في الاورام ان هو كل الخلايا اللي بتنقسم بيوقف انقسامها، فبالتالي بيقضي على التطور بتاع المرض. بس مشكله العلاج الكيماوي ان هو مش موجه، وزي ما بيأثر على الخلايا السرطانيه بيأثر على الخلايا الطبيعيه. اللي طالع دلوقتي النهارده بقوه هو العلاج المناعي والجيني في الاورام. العلاج المناعي زي مثلا ان احنا بنعدل في كرات الدم البيضاء وبندخلها للعيان، بناخدها من العيان وندخلها له تاني. بنستخدم اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي ضد بروتينات معينه موجوده اثبتت نجاح كبير قوي. بس المهم نشخصها جينيا الاول. يعني مثلا انا ممكن عيان يجي لي عنده ورم، والورم ده بسبب طفره جينيه. لو انا اديت له العلاج كده بلايندلي من غير ما اكون عارف ايه الطفرات الجينيه الموجوده، ففي الحاله دي الاستجابه مش هتبقى كويسه. مهم قوي ابقى عارف ليه، لان كل طفره جينيه لها نوع معين من العلاج. لو هو وراثي له نوع معين من العلاج، وهنا دور الطبيب الوراثي مهم جدا في الموضوع ده، ان هو بيحدد اذا كان وراثي ولا لا، ويحدد نوع الطفره اللي موجوده.